أنا عايز أقول لكل واحد ظالم خلي بالك من الإنسان اللي ملوش إلا ربنا. عايز أقول لكل واحد ساحر انتبه من دموع اللي أذيته إذا أحسن التجاهه إلى الله. عايز أقول لكل إنسان واكل حقوق الناس بكرة في ميعاد هنقف فيه قدام ربنا. ويا شقاوة من اعتدى على عبد لا يملك إلا أن يناجي ربه بالدمع قائلا أغثني يا الله. يا شقاوة من اجترأ على عبد لا حيلة له إلا الدمع ولا قوة له إلا حسن الالتجاء والتخضع على باب الله قائلا حسبي الله ونعم الوكيل. وصاحبنا اللي عمال يقرأ ويسحر ويعمل ده بيغلب نفسه على الفاضي. قال ليه؟ اشتغل 100 سنة مش هتوصل لعبد بيعرف يقول يا رب. مش هتتمكن لا انت ولا عفاريتك ولا شياطينك من عبد بيعرف يسجد ويناجي ربه ويقول يا رب وملوش غير ربنا وبيعرف يقول يا حول ولا قوة إلا بالله. اوعى تفكر لما بتمسك سبحتك كده وتسبح ربنا ان ربنا ساهي عنك ولا غفلان عنك، لا أبدا. ومن غير ما تسبح وهو القاهر فوق عباده. عارف شدة الظلم دي، شدة القهر، شدة السحر اللي مرت بيك دي، والله ستصنع منك قلبا إذا قال يا الله سامع العرش يقول له لبيك. ستصنع بينك وبين السماء وصلة. هذا العبد الذي ظلمك فتح شباك من قلبك على ربنا مباشر. ده قربك من ربنا قرب ما هو والله لو يعرف لاستخسروا عليك. اوعى تظنوا انه حسبنا الله ونعم الوكيل دي قليله. ده انت قلت انا خلاص انا ماليش حول ولا قوه واحسنت التجايا الى الله. حسبنا الله ونعم الوكيل دي مش قليله. يعني انا تركت امري الى الله ووكلت امري الى الله الذين قال لهم الناس. عارف يعني ايه الناس قالت؟ يعني الكوكب كله بيقول لك انتبه يا استاذ انت مش قد ده. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ما كان من هذا الكلام الا اذا صادف قلب العبد المتحقق بحقيقة اليقين في مولاه الا ان الله تجلى بقوله فزادهم ايمانا. ما قالش قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قبل ما يكونوا وصلوا لمرتبة حسن الظن وكمال الاعتقاد في الله. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طب ايه النتيجة؟ قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ما قالش لم يصبهم سوء، لم يمسسهم سوء. بس انت لو وصلت لعقيدة يقين فزادهم إيمانا. شفتوا التانيين عملوا ايه؟ قال لهم الناس ايه؟ ان الناس مالهم قد جمعوا لكم. يعني الانسان مفتري جبار بطبيعته، وجاب مفتري جبار زيه، وجاب مفتري جبار زيه، وجاب جبابرة العالم كله عشان يقدر يتمكن من عبد بيقول يا رب ما يقدرش. قالوا ايه؟ قالوا كل اللي عملوه اصحابنا دول ما أصاب قلب العبد المحسن في الالتجاء إلى الله إلا أنه زودنا إيمان وقرب من ربنا. عايز تعرف أنت صح ولا غلط؟ ساعة ما يظلمك واحد وتقرب من ربنا يبقى أنت سليم. ساعة ما واحد ياخد مالك يخليك ليل ونهار بتصلي وتقول يا رب تعرف أنه شال الحملة وسابك وفرغك لربنا. تعرف أنت لما واحد يسحرك ولا يظلمك ولا يحسدك ما تتشغلش بيه، انشغل بالإيمان، انشغل بربنا. عارف ليه؟ لأنه شال عنك اللي شغلك وفرغك لربنا. وربما أعطيت في ليل القبض ما لا تناله في نهار البسط. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بس قول من غير زيادة في الإيمان مش هتجيب معاك. المفتاح كان مش في الذكر، المفتاح في القلب. قلبك اللي يفتح السبحة. ملخص الكلام
رسالة أوجهها إلى كل إنسان نسي إن في ميعاد بكرة، نسي إن في لقاء بينه وبين ربنا بكرة، وداير يدوس على الناس ويظلم الناس ويؤذي في خلق الله. اتق الله وخلي بالك من الإنسان اللي ملوش غير ربنا. هذا أقوى إنسان في هذا العالم، هذا أقوى من العالم الذي يعيش فيه. اوعى لو أمك دعت عليك دعوة وجازت فيك هتتعرض لولي، والولي مش معناه أنه إنسان متمكن في الأرض، أنه أضعف خلق الله. هذا هو الولي، لا يملك شيئا غير الدمع. بس عندما تتساقط وتتحضر خرزات دموع من على خده تنزل مع كل دمعة طوائف قهرية من الملائكة تقتلك وتمقتك وأنت لا تدري. قلت ظلمت وأخذت والدنيا مزهزة معايا. هذا من كمال غضب ربنا عليك، من تمام الغضب عليك. ألم يمنعك الخشوع في الصلاة؟ ألم يمنعك الصلاة؟